تحدث هانز فليك بعد الانتصار: راشفورد خارق، والحارس غارسيا مكسب مذهل لبرشلونة. في تصريح ناري من الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بنغمة مليئة بالحماس بعد الفوز الثمين على نيوكاسل يونايتد في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا، المدرب أبدى فخره الكبير بأداء فريقه، معتبرا أن الانطلاقة الإيجابية ب3 نقاط خارج الديار تمنح الفريق دفعة معنوية هائلة في البطولة القارية. وأكد فليك أن السيطرة على الأجواء في ملعب سانت جيمس بارك لم تكن سهلة، لكن لاعبيه نجحوا في فرض أسلوبهم بنسبة استحواذ عالية، وأشاد بالانضباط الدفاعي في الدقائق الأولى قبل أن يظهر الجانب الهجومي بقوة، خاصة عبر النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي سجل ثنائية مذهلة أعادت له الثقة التي كان بحاجة إليها. المدرب الألماني لم يخفي إعجابه بقدرات بيدري وفرينكي دي يونغ اللذين اعتبرهما حجر الأساس في خط الوسط بفضل قدرتهما على التحكم في إيقاع اللعب. كما خص الحارس الشاب خوان غارسيا بإشادة كبيرة بعد أن أنقذ الفريق من فرص محققة، وكان بمثابة مدافع إضافي بدقته في التمريرات. أما عن المستقبل، ففليك شدد على أن التفكير في مواجهة باريس سان جيرمان مؤجل، لأن تركيزه منصب على مباراة ختافي في الدوري. وختم حديثه بتسليط الضوء مجددا على راشفورد، مؤكدا أنه لاعب استثنائي قادر على صناعة الفارق متى ما استثمر إمكاناته الهائلة.